بالتالي امر ان هدم التبة ده هيبقى ان شاء الله امر سهل باذن الله. زي ما احنا شايفين ده جسم الكوبري بتاع المنظرة. بنى قديم طبعا عدى عليه اكتر من 100 سنة او 100 سنة يعني، بنى يعني قديم جدا بس متماسك. زي ما احنا شايفين حاجة متماسكة، مش حاجة كده وخلاص يعني. كوبري كويس، بس هو كانت مشكلته ان هو منخفض، فبالتالي العربيات اللي جت بعد كده طبعا هو كان معمول في وقت ما كانش فيه عربيات عالية وما كانش فيه اتوبيسات وما كانش فيه الكلام ده كله، فكان مجدي في وقتها. لكن دلوقتي في ظل التطور والكلام ده بتيجي العربيات او تيجي الاتوبيسات العاليه ما بتعرفش تعدي، فكان معظم الاتوبيسات العاليه بتتحشر في في الكوبري. اللي قدامنا ده برضو ميدان المنظره، باذن الله هيتم تطويره بالكامل. هيبقى 5 حارات رايح، 5 حارات جاي و5 حارات رايح. انا كنت يعني ده من يعني اضافاتي البسيطه، ان لو يعني المسؤولين تاخد بالكلام ان الطريق يبقى رايح يمشي في طريق النبوي المهندس او طريق الملاحه ده، واللي عايز يلف مثلا يخش من شارع الملك او من شارع مصطفى كامل في الاخر عند الاصلاح. تمام. واللي جاي يجي في طريقه عادي من المنظرة وبقير، فيبقى ده طريق وده طريق. لان طبعا اللي هيجي من عند البحر ونازل على المنظرة وبقير هتبقى نفس الزحمة، لان احنا هنوسع 5 حارات رايح و5 حارات جاي. بس احنا لغاية دلوقتي لسه برضو مش عارفين التخطيط بتاعه هيبقى ماشي ازاي. ان شاء الله اول ما نعرف اي اخبار عن التخطيط هنعمل فيديو عن طبعا كانت الناس اللي بتيجي تشتري من عند فتح الله بتاخد العربية وتنزل بيها تحط حاجتها في عربياتها. في عربة التسوق بتاعت فتح الله دي تنزل برضو عامل لها رمب من هناك. وطبعا لذوي الاحتياجات اللي كانوا بيطلعوا بكراسيهم لغاية فتح الله مثلا او كده، ده رمب هيبقى
يعني للحاجتين، لعربة التسوق وكراسي اخواتنا من ذوي الاحتياجات. في اخر الفيديو ان شاء الله هتشوفوا البوابة الجديدة بتاعت فتح الله زي ما قلنا قدام نقطة المرور، وجنب نقطة المرور وجنب البوابة الجديدة بتاعت فتح الله هيبقى الجراج الجديد بتاع فتح الله. الناس اللي بتتسوق والكلام ده ممكن تركن عربياتها هناك وتطلع تتسوق عادي براحتها، ولان ده كل الطريق اللي احنا شايفينه ده هيضم على الطريق البديل. وبعد الطريق البديل ان شاء الله بعد ما يخلص هدم الكوبري هيتم طبعا رصف الطريق بالكامل. بعد هدم الكوبري هيضم الطريق اللي قدام فتح الله ده، هيبقى من ضمن ال5 حارات رايح و5 حارات جاي. نتمنى ان احنا بنقدم لكم كل ما هو جديد. تشرفونا في القناة، تتابعونا. مش عايزين منكم غير اللايك والشير عشان نفضل نمدكم بالمعلومات الجديدة والفيديوهات الجديدة. ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وبإذن الله انتظرونا في تغطية تانية عن آخر تطورات برضو مترو اسكندرية. والسلام عليكم ورحمة الله.